وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله نواصل في هذا الكتاب، وهو كتاب المنح العلية في بيان السنن اليومية للدكتور عبد الله بن حمود الفريح، وهو كتاب قيم. قد شرعنا في قراءته ووصلنا إلى ما يتعلق بالسنن في الصلاة، وآخر ما مر معنا ما يسن في أذكار، أو ما يسن من أذكار الركوع، ما يسن في الركوع من الأذكار، ما يسن في الركوع من الأذكار. وهل يحفظ أحد ماذا يقول في الركوع؟ حال الركوع في الصلاة ماذا يقول؟ الركوع، عرفتم الركوع؟ أيوة، ماذا تقول في الركوع في الصلاة؟ ماذا تقول؟ تقرأ الفاتحة، سبحان ربي العظيم، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. بقي كتاب صح؟ أو ما في كتب؟ ما في كتب. طيب، هذا حق من؟ أزهر، انظر كتابا. طيب، يقول المؤلف: الرفع من الركوع. وصلنا إلى هنا صح؟ الرفع من الركوع وفيه عدة سنن، نقرأ في هذا الوقت إذا لم تكن هناك حلقة للقرآن، إذا لم يأتي أبو زكي نقرأ في الكتاب، وإذا جاء حلقة القرآن. فهمتم؟ قال: الرفع من الركوع وفيه عدة سنن. قال: تطويل هذا الركن. قال: لحديث ثابت البناني عن أنس، ثابت يروي عن أنس الصحابي الجليل، ثابت تابعي، أنه قال: إني لا آل أن أصلي، أي لا آل لا أقصر، أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس، أي قال ثابت، فكان أنس يصنع شيئا لم أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، انتصب هكذا قائما، أي بقي قائما، حتى يقول القائل: قد نسي. أي ما معنى نسي؟ لبه. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه ينتصب قائم هكذا، يقوم من الركوع حتى يقول من خلفه، المصلي المأموم خلفه، يقول: أنس نسي أنه في صلاة، من كثرة قيامه، لطول قيامه بعد الركوع. فهمتم؟ مفهوم إن شاء الله؟ بعد الركوع حتى يقول القائل: قد نسي. قال: وإذا رفع رأسه من السجدة، أي السجدة الأولى، نجلس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. الآن رفع رأسه من الركوع، يكبر، ماذا يفعل؟ يسجد. ثم إذا رفع رأسه من السجدة يجلس. ماذا يقول في الرفع من السجدة؟ ماذا يقول؟ لا، بعد الرفع من السجدة، ليس من الركوع، السجود، يجلس صح؟ ماذا يقول في الجلوس؟ ربي أيوة، يقول الله أكبر، لكن الدعاء: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. كان يطيل في القيام بعد الركوع،
يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يتأخر قائما. فهمتم؟ يتأخر. ما معنى يتأخر بلغتكم؟ أيوة، يتأخر قائم. فإذا سجد ثم جلس، السجود أيضا يطيل، لكن يعني هذه هنا الذي الناس سجد ثم يجلس، يقول الله أكبر، يقول رب اغفر لي، رب، أيضا يتأخر. قال وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وإذا نظرنا إلى حال كثير من الناس اليوم منا لا يتأخر في الرفع من الركوع، الله أكبر سبحان الله، بل لا يتأخر في جميع الصلاة، فما بالنا في الرفع. سمع الله لمن حمده، يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر، الإمام قد سجد، هذا لا يصلح. فهمتم؟ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الدعاء أدعية كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء طويل، ملء السماوات وملء الأرض، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض ملء أشياء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. المهم يدعو بالدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قائم، يطيل القيام بعد الرفع من الركوع، هذا من يعني السنن، هذه من السنن، تطويل القيام بعد الرفع من الركوع. مفهوم إن شاء الله؟ قال التنويع، إن شاء الله تتعودون على اللغة العربية، هذا الدرس من أجل تعويد اللغة العربية. فهمتم؟ تعويد على اللغة العربية. قال التنويع في صيغ ربنا لك الحمد بين ما يلي، أي عندما يرفع من الركوع ماذا يقول من الدعاء؟ جاءت صيغ، قال اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو، قل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، أو تقول ربنا ولك الحمد بدون اللهم، أو تقول ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو. هذه الصيغ كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لك تختار أيهما شئت. تختار ايش تختار بلغتكم؟ ها؟ ماموميلي، ماميلي، ايوه ماميلي، ايها شئت. تقول اللهم ربنا ولك الحمد، او تقول ربنا ولك الحمد، او تقول اللهم ربنا لك الحمد، او تقول ربنا لك الحمد. فيعني السنة في يعني هذا الذي تنوعت فيه الأذكار أن تأتي هذا بمرة وهذا بمرة وهذا بمرة. مرة تأتي اللهم ربنا لك الحمد، فهمتم؟ ومرة تأتي ربنا ولك الحمد، مرة يعني ساتوا تقولوا أو كيف نقول؟ مرة تأتي بهذا بلغتكم sekali sekali dinan dini ini sekali satu kali sama sekali satu sawa sekali dina ini يعني تقول مرة ربنا لك الحمد ومرة أخرى ربنا ولك الحمد، هكذا ما شئت تغير، أو تجعل مرات اللهم ربنا لك الحمد ثم مرات اللهم ربنا لك الحمد، تختار ما شئت من هذه الصيغ. التنويع بين الصيغ هذه من السنن. قال الثالثة يسن أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع. هنا ذكر ما هي الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع. قال ومن الأذكار التي تشرع بعد الرفع من الركوع ما يلي: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد
وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد. وأيضا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. والحديث رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. أيضا اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال وهذه الزيادة جاءت في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عند مسلم. وإذا أتى المسلم بهذه الأذكار استطاع أن يطيل هذا الركن. نعم، أن الكثير يقول ماذا أقول في القيام بعد الرفع من الركوع؟ أبقى صامت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ لا، هناك أذكار تقال، هذه الذي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا أتى المسلم بهذه الأذكار سوف يطيل قيامه بعد الرفع من الركوع. قال حفظ الأذكار، تحفظوا هذه الأذكار، تمام، تحفظوا هذه الأذكار التي في ستأتي معنا في الركوع، قد تقدمت معنا في الرفع من الركوع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، تحفظ هذه الأذكار. فهمتم؟ في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو أيضا مما جاء ما جاء في حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي الرفع من الركوع أولا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ويأتي بهذا: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. هذا يحفظ. أو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يحفظ أيضا. فهمتم؟ يحفظ. قال السجود وفيه عدة سنن. قال يسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يجافي عضديه. العضد هذا ماذا تسمى؟ هذا من المرفق إلى الكتف، هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ عبد الرزاق بلغتكم هذا العضد. العضد هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء إلى المرفق، صح؟ حتى يشرع في العضد. المرفق هو المفصل بين العضد وبين ساق اليد، هذا العضد. يجافي أي يجعل يده هكذا، لا يجعلها ملتصقة. قال شوف، أن يجافي عضديه عن جنبيه، هذا الجنب، لا يجعل هكذا يده، تمام، هكذا يبعدها. فهمتم؟ يبعدها. وبعضهم قالوا يبعد اليدين، لكن الصواب لا بأس، اليدين بجنب الرأس، لكن يبعد هذا. المهم هذا لا يجعله قريب من جنبه. ما هو الجنب؟ ماذا يسمى عندكم الجنب؟ لابد
عضد. يا الله. لماذا لا يترجم؟ المهم يعني يجافي العضد. العضد هو يعني بعد المرفق، يجافي عن جنبيه أي عن بطنه، لا يجعله قريب من جسمه وإنما يجعله بعيدا، يجعله بعيدا هكذا، يسجد هكذا. فهمتم؟ يسجد هكذا، فلا يعني يقرب يديه إلى جنبيه في حال السجود. هذا إذا كان لوحده أو كان إمام منفرد أو إمام. أما إذا كان مأموم بجنبه واحد لا يؤذي، لا تجوز الأذية. فهمتم؟ بجنبك واحد، أنت تصلي وأنا أصلي هنا مثلا وفائز بجنبي، ويعني مثلا عبد الرزاق هنا، أنا أقول لا، ما يجوز هذا. فهمتم؟ إذا كنت تصلي منفرد لوحدك، يعني صلاة النافلة أو فاتتك الصلاة، أنه لا ينبغي أن تفوت الصلاة، ينبغي الحرص على الجماعة، أو إمام، هذا يجافي. وكذلك بطنه عن فخذيه، الفخذ بعد الركبة، هذا ماذا يسمى؟ بهاء، فخذ عن البطن. البطن ماذا تسمى؟ برد، باروت، تاء مثل التاء في الأخير، باروت. أيوة، يباعد هذا فخذه باهو عن باروت، عن بطنه، لا يجعل بطنه هكذا يعني يصلي. فهمتم؟ يرفع جسمه، يجعل فخذيه هكذا. فهمتم؟ لا يجعل فخذيه عند بطنه، يكون هكذا يسجد. فهمتم؟ يرفع فخذيه هكذا وبطنه هنا مرتفعة، يرفع جسمه عن الأرض. فهمتم؟ أيوة، هذه من السنن. قال لحديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الإبط معروف صح؟ يفرج هكذا حتى يبدو بياض إبطيه. قال وحديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. بهيمة كامبينج، فهمتم؟ صغير، كامبينج صغير يمر تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لو شاءت أن تمر لمرت، لأنه كان يجافي وكان بطنه مرتفع، ليس يعني قريب من الأرض أو قريب من فخذه، بل مرتفع. فلذلك لو أرادت أن تمر يعني صغيرة، غنمة صغيرة كامبينج كتشيلا من يعني تحت النبي صلى الله عليه وسلم لمرت. هذا الذي ينبغي للمصلي، لأن هذا دليل على النشاط ليس الكسلان. فهمتم؟ يصلي وهو ناعس وهكذا، لا، كن نشيط في الصلاة. أنت واقف بين يدي الله في الصلاة، أنت واقف بين يدي الله عز وجل، كن نشيطا. تمام. قال
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. وفي هذا المبالغة في التفريج بين اليدين، فالسنة التفريج بين اليدين ما لم يكن في ذلك أذية لمن حوله. قال: كما مضى في المجافاة في الركوع، أي أنه لا يجوز الأذية محرمة، وهذا فعل سنة، ولا يجوز فعل السنة إذا كانت تؤدي إلى محرم. قال: ومن السنة أيضا إذا سجد المصلي أن يفرج بين فخذيه فلا يجمعهما، وألا يحمل بطنه على فخذين الرجلين، لا يجعلهما هكذا، يفرق بينهما. فهمتم؟ رجلين هكذا، الركبتين لا يقرب، يفرق بينهما، هذا من السنة. فهمتم؟ قال: وألا يحمل بطنه على فخذيه، ما تقدم، يعني هذا البطن وهذا الفخذين لا يجعل هكذا، يفرق هكذا. مفهوم إن شاء الله؟ من يمثل لنا؟ أزكى، مثل أزكى. إيه؟ ابعد يا عبد الحكم من خلفه، اسجد إلى القبلة. كيف؟ ارجع هنا من أجل أن أراك. عبد الحكم، أيوة، ارجع وراء قليل، ارجع وراء. عبد الحكم ارجع هنا، أيوة، هنا، أيوة، ارجع وراء قليل، أيوة، اسجد، ارجع عادك، ارجع وراء، إيه أزكى، ارجع قليل وراء، أيوة، عندك، اسجد الآن. قدم رأسك قليل، رأسك، قدم رأسك، لا أقدم. خلاص قوم. هكذا السجود، اضرب، هكذا تسجد، هنا هكذا. هذا العقل، لا تجعل هكذا، لا جاهز، ولا تجعل هكذا. فهمتم؟ لا تجعل البطن على الفخذين، وأيضا يعني الفخذين فرق بينهما. قال: ومن السنة أيضا إذا سجد المصلي أن يفرج بين فخذيه فلا يجمعهما، وألا يحمل بطنه على فخذيه بل يباعد فخذيه عن بطنه، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وتقدم معنا أن هذا إذا لم يكن بجنبك أحد لا تؤذيه، يعني رجل يصلي بجنبك لا تفعل هكذا، فرق قليل بشرط أن لا تؤذي الذي بجانبك. فهمتم ما معنى بجانبك؟ سامبي دي سامبي، أيوة، دي سبلة بجنبك، لا تؤذيه، لا تفرج وتؤذيه، لا يجوز. فهم؟ فرق قليل، لا تضر ولا تفرق زيادة، فرق قليل لكي لا تؤذي من بجانبك، فالأذية محرمة. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين بالسجود ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك. قال:
قال يسن للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. رجل أصابع الرجل هكذا تجعلهما هكذا، فهمتم؟ لا تجعل الأصابع هكذا. عرفتم الأصابع؟ ما هما الأصابع؟ جاري 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 رجل، ليس أصابع اليد. أما أصابع اليد هكذا. نعم أصابع الرجل. أما هو الرجل ماذا يقال لها؟ كاكي. جاري جاري كاكي. أيوة ما شاء الله تمام. جاري جاري كاكي يجعلها هكذا متجهة إلى القبلة، إلى القبلة. الأصابع جاري جاري كاكي متجه إلى القبلة، لا يجعلها متجه إلى الأرض، فهمتم؟ لا، يجعلها متجه إلى القبلة. من يريني؟ أرني يا فايز كيف؟ أنا ما أرى رجيلا. أيوة أيوة هكذا. أيوة نعم هكذا الأصابع. زد. أيوة هكذا الأصابع. تجعل أصابعك هكذا، لا تجعلها مستقيمة. ما معنى مستقيمة؟ قائمة. برديري. لا تجعلها برديري، لا، اجعلها متجهة إلى القبلة، فهمتم؟ متجهة إلى القبلة. قال لحديث أبي حميد رضي الله عنه أنه قال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. قال أما أصابع اليدين أثناء السجود فالسنة أن تكون مضمومة، ويجعل يديه مستقبلة القبلة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في موطأ الإمام مالك، وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن حفص بن عاصم قال من السنة في الصلاة أن يبسط كفيه ويضم أصابعه ونوجههما معا جهة القبلة. هكذا اليد أيضا. جاري جاري تنقام تنقام هكذا تجعله هكذا متجه القبلة. وإن فرقت هكذا، لا تجعل هكذا، خطأ، فهمتم؟ هكذا هكذا تفرج وأنت هكذا، تمام. لا تقول هكذا، خطأ. تجعل الأصابع مضمومة ومتجهة إلى القبلة، متجهة إلى القبلة. أصابع الرجلين وأصابع أيضا اليدين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولو فهمت